اهم مشاكل القريه؟ من أولى المشاكل اللي بتعاني منها القرية الحقيقة مشكلة الصرف الصحي، بتهدد نصف منازل القرية على الأقل، بقت مهددة بالانهيار، على الرغم من إن إحنا الثلاث قرى المجاورة اللي هي كفر النخلة، كفر العمار، منشية العمار، دول كتلة سكنية واحدة تعدادهم يزيد عن 20,000. تم تسليم الصرف الصحي قطعة أرض مساحتها 2.5 على أساس تقوم بعملية الصرف الصحي. حتى الآن ما تمش أي شيء في هذا الموضوع، علما بأن جميع القرى اللي حوالينا كلها داخلها الصرف الصحي والمحطات موجودة وكل شيء موجود وما فيش فايدة. مستعدين يساهموا مع الدولة، على الأقل كل واحد هيوصل مستعد يساهم ب1000 جنيه في جهود ذاتيه حضرتك؟ جهود ذاتية. تمام يا فندم. احنا كل اللي عايزينه المحافظ يتعاون معانا ويبص للموضوع الصرف الصحي في قرية كفر النخل. هل حته الارض او قطعه الارض اللي حضرتك انتوا وهبتوها للصرف دي موجوده في زمام القريه ولا في مكان اخر؟ موجودة في زمام قرية كفر العمار، لأن احنا 3 قرى متلاصقين ومشروعنا هيبقى واحد مع بعضنا ال3 قرى. عندنا الصرف المغطى دي مشكلة بالنسبة للمزارعين والفلاحين، مشكلة أزلية. الصرف المغطى حضرتك عندنا بقى له أكتر من 25 سنة، بس قضيته إنه نسد حاليا. كل اللي هيكلف الدولة إن الناس القائمين على هذا المشروع بتسليكه وتنظيفه، لأن هو السبب في زيادة ارتفاع نسبة المياه الجوفية في البلد. وسيادتك زي ما أنت شايف تعداد البلد كبير، مجمع معاهد كبير، مدارس كتيرة. فده المطلوب، ان بس الصرف الصحي والسيد المحافظ يشمل كفر النخله بعين الرعايه، بان الصرف المغطى، لان ضرر الاراضي الزراعيه ضرر كبير جدا. مواسير مسدوده، والميه لما بتزيد بترد الميه في قلب الاراضي، فبيرتفع منسوب المياه وبيزيد نسبه الجير ونسبه الاملاح في الارض، مما يعيق عمليه الزراعه بالنسبه للفلاح. حتى لو حط فيها سماد، حط فيها سباخ، عمل ما عمل وزرع زرعته، بيجي في النهايه برضو الميه بتتاثر بالصرف المغطى. بتتاثر بالصرف المغطى، وبتزيد نسبه الاملاح في الارض وما فيش تصريف. فبيجي الفلاح من دولت يزرع الزرعه من ديت، تبص تلاقي الزرعه جت بعد وقت معين زي ما هو حاطط لها مستهدف ان هو مثلا يجني من ورا الزراعه ديت مثلا عائد قد كده، بيبص يلاقيها بسبب موضوع الاملاح وبسبب موضوع زياده الملوحه في الارض وعدم، حتى لو حط فيها سماد، حط فيها سباخ، حط فيها اي شيء كان لا يؤثر فيها. المحصول عندنا بيجي تلته او نصه بالظبط بالنسبه للفلاح، فبتبقى في خساره عليه شديده جدا جدا جدا. فاضطر الفلاح دلوقتي لانه يا يسيب الارض يا ياجرها يا يتركها يا تتساب بور. مشكله في الصرف المغطى ان طبعا دي طريقه خاطئه جدا، طريقه خاطئه جدا، لان بتجمع علينا الحيوانات النافقه هنا، كلاب ميته، حمير ميته، برضه بهايم ميته كتير جدا، وبتجمع حتى بتوع الري. مع هندسه ري طوخ بالذات بتتعمد تطلع القمامه، وهذه القمامه والحيوانات النافقه قدام المنازل، وبييجوا يولعوا في القمامه، لدرجه ان اولادنا اصيبوا بالمرض الشديد من نتيجه الدخان ومن اثار القمامه الملقاه. بقالنا 12 سنه الزباله تيجي والناس بترمي الكمامه وتيجي يطلعوها عندنا، ونشيل الزباله يحطوها بتوع الري ويولعوا فيها ويدخنوا على الاطفال. عندنا الاطفال كلهم اصابوا بالمرض في صدرهم. بنطلب حضرتك من السيد وزير الزراعه في ظل التغييرات الموجوده المحترمه بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه، هو بس رعايه الفلاح، رعايه الفلاح وموضوع الصرف الصحي. وبالنسبه اللي عندنا ترعه الفلفله اللي هي حضرتك بتعتبر المصب الرئيسي لاكثر من 5 بلاد، حضرتك تم ردمها ووضع فيها مواسير، فحضرتك دلوقتي في 6-7 بلاد بتسقي من الميه الجوفيه، وما حضرتك دي سبب خساره بالنسبه للارض.